الرئيس الألماني يشترط على الرئيس الجزائري إطلاق سراح صنصال مقابل العلاج، أو يقعد في عين نعجة يداوي. قضية فيها مساومة، ابتزاز. نعم، مساومة وابتزاز. سي تبون، تحب تجي تعالج في ألمانيا، أطلق صنصال يجي يعالج. ما تطلقش صنصال، ما تجي، ما نشوفوك، ما نعالجوك، ما بقى على خير، موت في عين نعجة. هذه الرسالة، رسالة واضحة وصريحة. إذا حبيت ننقذوك ونعالجوك ونداووك، أطلق صنصال. ما حبيتش تطلق صنصال، ريح في مستشفى زميرلي أو في مستشفى قليعة ولا في مستشفى حجوط، روح داوي حجوط وسكتنا. الآن كما يقولوا الحق السطر العظم، قضية ولات قضية حياة ولا موت. يا إما نروح نكمل العلاج في ألمانيا وننقذ نفسي ونشوف مصلحتي، وطز في الكرامة والشرف، وطز في النخوة، وطز في التصريحات اللي قلتهم عام وانا نهدر، كل شيء راح في نقص واحد، كله راح، كل قرايتي راحت في تمريقة كلب، او نلعبها فحولية ورجلة وطز ما نستعرف حتى بواحد ونعالج في مستشفى حجوط. هذا هو. الآن تبون مخير ما بين أنه يكمل العلاج في ألمانيا ويطلق سراح صنصال بلا مزيتو، وكما يقول لك الناس وقرعوا فوق راسو، أو يقول لهم طص فيكم ما نطلقش صنصال وقدرتوا ديروها ونعالج في حجوط، أو نعالج في سيدي غلاس، كاين مستشفى مليح في سيدي غلاس نروح نعالج فيه. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا منذ البداية قلنا له يا تبو راك غلط، راك داخل في حيط وستندم. وكي تندم وش نهي؟ رايح تركع وتركع الجزائر معاك، وتذلنا معاك، وترخصنا معاك، وطحنا معاك، نقول له مرخص وطحنا وماناش رجال. لأننا منذ البداية قلنا لك أنه سجن صنصال خطأ فادح، سندفع ثمنه عاجلا أم آجلا، وها نحن ندفع الثمن.